النرجسي الخفي، اولا احنا متفقين النرجسيين بيسيطروا بطريقتين. طريقه ان انا محتاج او بيحبوا حاجتين. طريقه ان انا محتاج ابقى دايما في في منطقه الاهتمام ومحط الانظار طول الوقت، وانا محتاج دايما اسيطر على الناس اللي حواليا سيطره تامه. خلاص، واتفقنا ان النرجسي الظاهر بيسيطر بانه اوثوريتي، انا ليا انا اللي ليا الحق ان اتكلم، انا المدير، انا الاب، انا الام، انا اللي كلمتي تتسمع. بيبقى فيه زعيق، بيبقى فيه صوت عالي، بيبقى فيه ظهور حاد، بيبقى فيه سيطره واضحه وصريحه. اللي هيجي قدامي هفرمه، اللي هيعارضني هاكله، معروفه. خلاص طيب تمام. وده كان خطر برضه، مش بستهون بيه. بس شوفوا بقى الطريقه الاخرى الملتويه في جذب الاهتمام والسيطره. جذب الاهتمام عن طريق الابتزاز العاطفي الدائم لا يكل ولا يمل. النرجسية الخفية، النرجسي الخفي لا يكل ولا يمل من الابتزاز العاطفي عن طريق أنا ضحية طول الوقت، عمر ما حد نصفني، عمري ما خدت حقي كاملا، دايما بضحي، دايما أنا الصح والناس غلط، دايما الناس فرمني، دايما الناس مبهدلني، دايما الناس مزعلني، دايما الناس، لو أنا مدير كل الفريق عندي فاشل، محدش منهم فاهمني، محدش منهم بيعرف يسندني، محدش منهم اعرف اعتمد عليه. عيلتي كل عيالي مش حاسين بيا، مراتي او جوزي ده نكدي طول الوقت طول الوقت طول الوقت، نكدي طول الوقت، ما بيدينيش حقي طول الوقت، انا مفرومه طول الوقت طول الوقت طول الوقت.